مواعيد بطولات المدارس. في الفيديو اللي قبل كده قلت لكم ازاي تقدموا في بطولات المدارس وايه الشروط المطلوبه. وعشان ما اطولش عليكم في الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كابتن عمر، مدرب كاراتيه. فيديو جديد من مواعيد بطولات المدارس. في الفيديو اللي قبل كده قلت لكم ازاي تقدموا في بطولات المدارس وايه الشروط المطلوبه. وعشان ما اطولش عليكم في الفيديو، كان كارنيه المنطقه وكارنيه الاتحاد بتاع السنه الجديده. تاني حاجة كان صورة شهادة الميلاد أو صورة البطاقة. تالت حاجة كانوا صورتين شخصية وتقدم تبع مدرس الألعاب بتاعك هيقدم لك في الإدارة. فيديو جديد بقى من مواعيد إمتى بالظبط وتفصيلي. إعدادي وثانوي وابتدائي. ابتدائي هيبقى يوم 2/10 بطولة الإدارة. ده الكلام ده لمحافظة القليوبية. أنا هتكلم النهاردة عن محافظة القليوبية وهتكلم في الفيديو عن محافظة القاهرة. تمام. ابتدائي يوم 2/10 بطولة الإدارة. يوم 2/10 بطولة الإدارة على مستوى الإدارات. والإعدادي يوم 1/10 على مستوى الإدارات. وابتدائي وثانوي يوم 30/9 اللي هو يوم الاثنين أو يوم الثلاث حسب ما وافق في الجدول. يبقى ابتدائي كانت إمتى؟ ابتدائي 2/10 بطولة الإدارات دي. إعدادي يوم 1/10. ثانوي يوم 30/9 بإذن الله. وبإذن الله تتصعد وتلعب محافظة. مواعيد بطولة المحافظة بتاعة المدارس إمتى؟ بطولة الإدارات هتتلعب في مركز 15 مايو. 15 مايو. وفيها هتتلعب في مدارس، يعني على حسب الإدارة بتاعتك ممكن يجمعوا مدرستين ثلاثة ويودوك في مكان معين، بس مكانها الأساسي مركز شباب 15 مايو. بطولة المحافظة هتتلعب إمتى ومواعيدها إيه؟ هقول لك دلوقتي حالا. بطولة المحافظة للثانوي يوم 13 و14 10. بطولة المحافظة الإعدادي يوم 15 و16 10. بطولة المحافظة الابتدائي يوم 17 10. وده كله بطولة المحافظات بتاع إدارة القليوبية، محافظة القليوبية. هتكلم على القاهرة برضو النهاردة. تمام. يبقى كده الإدارة إمتى زي ما حكيت في أول الفيديو، والمحافظة إمتى. بإذن الله ربنا كرم واتصعدت جمهورية هقول لك هتتلعب فين بالظبط والمواعيد إيه. بطولة المحافظة هتتلعب نادي طوخ، مركز شباب طوخ او مدرسه طوخ. هتتلعب في طوخ زي ما اتلعبت السنه اللي فاتت. للناس اللي هي لعبت السنه اللي فاتت بطوله محافظه هتعرف ان هي بطوله الجمهوريه هتتلعب في المعادي. انت كده خدت الاداره وتصعدت المحافظه، وخدت المحافظه وهتلعب الجمهوريه. هتتلعب في نادي في المركز الاولمبي في المعادي. هتتلعب يوم 3 و4 و5 و6 و7 11. ده الثانويه. الثانويه العامه هتتلعب اللي بيشارك على المراحل الثانويه 3 و4 و5 و6 و7. تمام. اما الاعدادي 10 و11 و12 و13 في المركز الاولمبي في المعادي. اما ثانوي اما ابتدائي 14 11 في المركز الاولمبي برضو في المعادي. وبالتوفيق ان شاء الله. باذن الله نشوفكم كلكم ابطال جمهوريه. بالتوفيق لكل الابطال، وباذن الله هكون موجود هناك. وبالتوفيق ان شاء الله. ده كان محافظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن عمر. في الفيديو اللي فات كلمتك ازاي تقدم على بطولة المدارس. الفيديو ده هقول لك مواعيد بطولة المدارس. الفيديو اللي فات قلت مواعيد بطولة المدارس لمحافظة القليوبية. الفيديو ده هقول مواعيد بطولة المدارس لمحافظة القاهرة بإذن الله. بطولة الابتدائية هتتلعب 5 و6 11 دي مستوى الإدارات. بطولة الإعدادية هتتلعب 7 و8 و9 و11. هتتلعب بطولة الإدارات للمرحلة الإعدادية. المرحلة الثانوية هتتلعب يوم 12 ويوم 13 ويوم 14 في المراحل الابتدائية. تمام كده. المراحل الثانوية. يبقى أنا كده قلت لك في الفيديو المراحل الابتدائية هتتلعب إمتى الإدارة، المراحل الإعدادية هتتلعب إمتى، والمراحل الثانوية كمان هتتلعب إمتى. وهتتلعب في المركز الرياضي في العباسية بإذن الله. وبالتوفيق إن شاء الله. أول ما ينزل المحافظة فين هقول لكم. أما بطولة الجمهورية لمحافظة القاهرة هتتلعب في في المركز الأولمبي في المعادي مع بطولة القليوبية. كلنا بنتجمع في محافظة واحدة في مكان واحد في بطولة الجمهورية. والتوفيق إن شاء الله لكل أبطالي. بالتوفيق بإذن الله.